تبقى نايم كده في امان الله ولا عليك والدنيا زي الفل، ومره واحده حد يبعت لك رساله وتلاقيه مره واحده كده في وسط الكلام بعت لك لينك الفيسبوك. فانا وانت عارفين إن ده اي كلام، واكيد يعني مش عارف يهكرنا من خلال لينك فيسبوك، صح؟ فتيجي تفتح اللينك تلاقي على طول الغساله عندك اشتغلت. فالمهم بقى بالنسبه لنا دلوقتي ازاي نعرف اللينك ده فل الفل ولا افتكر اني قلت لك بلاش. فخليني بقى اشرح لك الفكره بكل بساطه. فعلى سبيل المثال عندنا دلوقتي لينك للفيسبوك، خلي كده احطه مثلا ده لينك فيسبوك، ونحط مثلا لينك ويب سايت تاني بالشكل ده. فعندنا اهو اللينكين. فطبعا انت ملاحظ حاجه، هتقولي ايه هي يا باشمهندس؟ ان اللينكين دول فيهم نفس الحاجه. وات فين الحاجتين دول؟ ايه مش لاحظهم ان في حاجه كده هي بالظبط اللي هنا دي؟ ولا انت اعمى ولا انت ايه الكلام بالظبط؟ المهم لو انت اعمى فانا قصدي على الجزئيه دي اللي هي في الاول خالص دي، اللي احنا نعتبر بنشوفها في اي موقع، اللي هي HTTPS، او في بعض الاحيان برضك على فكره ممكن تشوفها HTTP من غير اس. فالسؤال بقى بالنسبه لنا مهم قوي دلوقتي، ايه الفرق ما بين الاس ومن غير الاس؟ ايه الفرق اصلا ما بينهم؟ فبص بقى يا معلم، الفكره بسيطه جدا. فعلى سبيل المثال عندنا اول نوع اللي هو من غير الاس، وعندنا النوع التاني اللي هو باس. فايه الفكره يا ترى ما بينهم؟ بص بقى يا معلم، احنا دلوقتي عندنا في اي ويب سايت عندنا يوزر وعندنا الويب سايت نفسه. عندنا مثلا دلوقتي حماده ده جاي دلوقتي عمال يتصفح على البراوزر او على جوجل او اي حاجه، ولقى على طول ويب سايت، وخلينا نقول الويب سايت ده فيسبوك. فهو كده دلوقتي دخل على الويب سايت بتاع الفيسبوك بالشكل ده زي الفل. فدلوقتي حماده لما جه يستخدم الفيسبوك، في معلومات وبيانات بيبعتها للفيسبوك، وفي بيانات كمان بترجع له من الفيسبوك. فالبيانات دي بقى هي المسؤولة عنها ال HTTP اللي هو الريكوست يعني. فدلوقتي بقى مش هو ده المهم خالص بالنسبة لنا. عارف ايه المهم؟ البيانات دي أهم حاجة بالنسبة لنا تكون متشفرة. أصل لو مش متشفرة فممكن حد محد يجي في النص كده ويسرق البيانات، فساعتها تبقى مشكلة كبيرة طبعا. فهنا بقى تيجي الجزئية دي. حلوة دي الجزئية. المهم انت فاهم قصدي ان شاء الله. بالنسبة لل HTTP من غير الاس، ده بيعمل الريكوست او بيبعت البيانات من غير تشفير، ودي طبعا مشكله كبيره جدا او مصيبه اصلا. على عكس النوع التاني اللي هو بالاس، نفس الحكايه بالظبط، بيبعت البيانات ما بين اليوزر والموقع او الفيسبوك او اي حاجه، بس بتشفير بيشفر بقى ساعتها البيانات. فمن الاخر لما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال لينك الويب سايت فيه بس من غير الاس، فافتكر اني قلت لك بلاش، بس لو بالاس فزي الفل يا باشا. فدي كده بالنسبه لنا اول جزئيه. خلينا نكمل اللينك. على سبيل المثال كان هنا عندنا اللينكات بتاعت الفيسبوك والكلام ده كله. فدلوقتي الجزئيه دي فهمناها زي الفل. طيب ايه الجزئيه بقى دي اللي هي فيسبوك دوت كوم، فلات ايكون دوت كوم، على سبيل المثال انستجرام دوت كوم؟ ايه الفكره دي اصلا وايه معناها؟ بص بقى يا معلم، الجزئيه التانيه دي بنسميها عندنا في البرمجه دومين. على الاغلب مش اول مره تسمعها، فخليني بقى اشرح لك فكرتها بكل بساطه. دلوقتي الدومين ده بيبقى حاجه مميزه لكل ويب سايت. يعني لو جيت مثلا على سبيل المثال على جوجل، خلينا نفتح جوجل بالشكل ده مثلا. فلو كتبت الدومين بس، يعني مثلا على سبيل المثال كتبت فيسبوك دوت كوم اللي هو الدومين بتاع الفيسبوك، ودوست انتر، على طول هيدخلك على الفيسبوك، مش محتاج تعمل سيرش ولا اي حاجه. فاللي نفهمه من الجزئيه دي ان الدومين دي حاجه مميزه جدا للويب سايت، يعني مستحيل تلاقي ويب سايت تاني بنفس الدومين بالظبط. الجزئيه دي خطيره جدا عشان هي دي الجزئيه اصلا اللي الهاكرز بيستخدموها. وات ازاي الهاكر يقدر يستغل حاجه زي كده؟ ما انا هقول لك بقى يا معلم. فبص على سبيل المثال، دلوقتي مثلا الهاكر جه عند الواتساب عندك وبعت لك لينك بالشكل ده، صفحه الفيسبوك بتاعته او اي حاجه. فده طبعا لينك امان عشان ده الدومين بتاع الفيسبوك و HTTPS وكل حاجه، فاكيد مش عارف يهكرك بالشكل ده. بس عارف هيعمل ايه عشان يهكرك؟ ان هو يدخلك على الويب سايت بتاعه، مش الويب سايت اصلا بتاع الفيسبوك. هتقول لي ازاي؟ طيب ساعتها هو لو دخلك على الويب سايت بتاعه، فساعتها ممكن بقى يوصل لبياناتك، يوصل لاي بي، يوصل لاي حاجه. فطبعا ساعتها هتروح في 60 داهيه. بس طبعا في نفس اللحظه اكيد مش هيبعت لك لينك زي كده مثلا اللي هو www مش عارف هاكر دوت كوم. اكيد مش هيبعت لك لينك بالشكل ده. ساعتها اللينك اصلا انت هتشوفه هتخاف منه اصلا، هتعرف على طول اللينك ده اللي هو بلاش، مش بلاش اصلا. اللينك ده اللي هو هيهكرك، يعني هيهكرك من الاخر. فالهاكرز بقى بيعملوا حركه ذكيه، عارف ايه هي؟ خليني اقول لك. دلوقتي الهاكر ده اكيد مش بالغباء ده ان هو يبعت لك لينك واضح قوي ان هو هيهكرك، هو ذكي شويه. فبص بقى يا معلم، دلوقتي هو قال مادام هو عرف لينك الفيسبوك مثلا على سبيل المثال امان، طيب ليه ما بعتلوش لينك عباره عن فيسبوك؟ خليني بس اخد ده كوبي بالشكل ده. بس دلوقتي في نفس اللحظه انا ما ينفعش الويب سايت بتاعي يبقى نفس الدومين، عشان لو نفس الدومين مش هينفع اصلا كده يدخلوا على لينك او الصفحه بتاعت الفيسبوك اصلا. طب انا اعمل ايه يا ترى؟ انا اعمل ايه؟ اه
عندي فكرة حلوة. مش دلوقتي الدومين مينفعش اكرره؟ حلوة دي. طب ايه رأيك لو غيرت الدومين بحيث ما يلاحظ، فكده هيدخله على صفحة عندي، مش كده ولا ايه الكلام؟ فهمت؟ فمثلا هيجي على فيسبوك، هيغير الدومين، هيخليها مثلا 3 او بالشكل ده، فهتبقى فيسبوك. انت طبعا ما مش هتلاحظ حرف الاو زيادة، هتفكر له لينك فيسبوك عادي، فلما بقى تيجي تدخل عليه هتفكره عادي لينك فيسبوك زي ايه لينك، بس هو في الحقيقة اصلا مش صفحة فيسبوك اصلا، دي صفحة تانية خالص. واه، ده انا كده بدخل على كمية لينكات من غير ما ابص عليها اصلا. ما هو ده اللي بكلمك عليه، لما تيجي تدخل على اي لينك تتأكد ان الدومين مظبوط، مش دومين زي كده مثلا. عارف برضك بيعملوا حركة تانية، ان هو بياخدوا مثلا على سبيل المثال اللينك بتاع الفيسبوك بالشكل ده، عادي نفس الدومين بالظبط، بس بدل كوم يخلوها مثلا دوت نت، يخلوها مثلا دوت مثلا تخلوها دوت اي حاجه، على سبيل المثال دوت نت بالشكل ده. فده مش نفس الدومين ده خالص، ده دومين تاني اصلا، حتى لو غيروا كلمه كوم. فانت برضه هتاخد بالك من حاجه زي كده. خلاص كده فهمت الدنيا، اللي هو على سبيل المثال فهمنا الدومين والاتش تي تي بي والكلام ده. الكلمه دي صعبه قوي بجد. المهم فهمنا كده الدنيا كلها، وعرفنا ازاي اللينك ده فل الفل ولا بلاش. فخليه كده امتحنك كده على السريع. عايز امتحنك ولا لا؟ والله يا باشمهندس بفكر، او انا مش بسألك انت، انا امتحنك يعني همتحنك. بص الامتحان بكل بساطية، هديك شوية لينكات وتقول لي اللينك ده تمام ولا مش تمام. زي الفل. يلا نبدأ. دلوقتي لينك زي ده، هل اللينك بقى ده تمام ولا نبعد عنه؟ يلا خلينا نعد. 3 2 1 نص صفر. ها، قلت اجابتك؟ ان شاء الله تكون قلت، عشان لو ما قلتش انا المهم دلوقتي اللينك ده زي احنا ما شايفين طبعا، لو انت يعني اعمى، فاللينك ده اول حاجه فيه اس، فكده اول ستيب ادينا زي الفل. طب الستيب بقى التانية هي الدومين اللي هي اهم حاجه، فالدومين ده طبعا صح، جوجل مكتوبه صح ودوت كوم مكتوبه صح وكل حاجه زي الفل، فاللينك ده فل الفل. هو ايه الشخبطه بجد اللي بعملها دي؟ المهم خلينا نمسح كل الكلام ده ونروح على اللينك تاني. وها هنا يا ساده اللينك التاني بتاع انستجرام مثلا، فخليني بقى اعد. 3 2 1 0. مفيش نص المره دي. فالمهم، هل اللينك بقى ده تمام ولا لا؟ اول حاجه كده بالنسبه لنا، اول استبايه، هل البتاع ده فيه اس؟ ايوه فيه اس، يعني لو انت اعمى، فكده بالنسبه لنا اول استبايه زي الفل، فل و10 كمان. فده مش مهم قوي، اهم حاجه بالنسبه لنا الاستبايه التانيه اللي هي الدومين، هل الدومين ده صح ولا لا يا ترى؟ هو انت يمكن تشوفها ان هي زي الفل والدومين مظبوط وكل حاجه، بس للاسف الدومين ده غلط. ايه ده؟ ازاي الدومين مظبوط؟ لا مش مظبوط خالص. بص دلوقتي مكتوب اهو انس تيج رام، مش المفروض يكون حرف ام؟ ده مش حرف ام، ده حرف ار وان عشان يحسسك ان هي ام. ايه اللخبطه دي؟ انت فاهم قصدي ان هو الحروف متغيره، مش ده نفس الدومين اصلا، فلينك زي كده مش بتاع انستجرام اصلا، فاللينك ده كده بالنسبه لنا مش فل الفل خالص، او هو اصلا يعتبر هيك اصلا. وصحيح بالمناسبه ممكن تلاقي برضك اللينك من على انستجرام اللي هو بيبقى كده مثلا على سبيل المثال كده لينك طبعا زي الفل عشان فيه حرف الام والدومين مظبوط وكل حاجه. ممكن ساعات برضك تلاقي اللينك بتاع انستجرام او فيسبوك من غير الاس بالشكل ده، فعادي ما دام الدومين مظبوط خلاص ما تقلقش. خلينا ماشي نمسح كل الكلام والشخبطه دي. وها هنا يا ساده للبوس فايت، اخر لينك معانا في الفيديو ده. فالسؤال بقى دلوقتي، هل اللينك ده تمام ولا افتكر اني قلت لك بلاش؟ يلا 1 0. يا عم هو انا استناك، هي خلاص اصلا اللعبه بالنسبه لك بقت سهله. قول لي في الكومنتس اللينك ده زي الفل ولا افتكر اني قلت لك بلاش. يلا بصلي على النبي.